تخيل ان الطفل دوت عمل جرائم قتل كتير واتلقب بانه اكبر سفاح في العالم، والغريب انه ما ندمش على اي حاجة هو عملها، والاصعب انه موت اخته الرضيعة. تخيل معايا طفل عنده 8 سنين بس قاعد قدام ضابط شرطة، والضابط بيسأله على جريمة قتل، والطفل قاعد مش خايف، مش بيبكي، وحتى مش مرتبك، بيرفع وشه ويقول هاتولي بسكويت الأول وبعدين هجاوبكم. الجملة دي مش فيلم رعب، ده حصلت فعلا في سنة 2007، قرية صغيرة فقيرة في ولاية بهار في الهند، واسم الطفل دوت أمرجيت سادة. النهاردة هنحكي قصة اللي اتلقب بأصغر سفاح في تاريخ العالم، قرية موسهار في بهار، من أفقر مناطق الهند. ناس شغالين في الفلاحة، بيوتهم من الطين ومفيش رفاهية اسمها تعليم أو رعاية بالأطفال. في بيت من بيوت القرية ديت كان في طفل اسمه أمرجيت، ابن عمال بسطاء بيقضي وقته لوحده، ما كانش بيلعب مع باقي عيال القرية، بيتسلق الشجر، بيتمشى لوحده بالساعات. الناس كانت بتقول عليه غريب الأطوار، بس محدش كان متخيل إن الغرابة ديت هتتحول لكابوس. سنة 2006 كان عنده 7 سنين بس لما جت بنت عمه تعيش معاهم فترة، طفلة صغيرة عمرها ما بين 6 سنين ل7 سنين حسب اختلاف الروايات. أمرجيت بدأ يضربها ويوجعها، وكان بيستمتع لما بيشوفها تعيط، وفي يوم ما كانش عايز يسمع صوت عياطها تاني وخنقها لحد ما ماتت. محدش حس بحاجة غريبة، والقرية كلها حزنت على وفاة الطفلة، ومحدش شك في حاجة، الجريمة التانية في بيته هو. بعد الجريمة الأولى أمرجيت حس إنه قدر يعملها ومحدش عرف حاجة. الإحساس دوت خلاه يكرر اللي عمله، بس المرة ديت الضحية كانت أخته الرضيعة، كان عندها 8 شهور بس. خنقها بنفس الطريقة، بس أهله عرفوا وسكتوا من العيب والخوف والإنكار. قرروا إنهم يستروا عليه، والقرار دوت كانت غلطة هتكلف طفلة تالتة حياتها. طفلة الجيران اسمها خشبو، عندها 6 شهور. أهلها سابوها وناموا شوية، ولما رجعوا لقوها اختفت. القرية كلها اتقلبت، وأهل الطفلة بلغوا الشرطة فورا. والشرطة هم بيدوروا في القرية لقوا طفل صغير واقف جنب مكان الحادثة هادي بشكل غريب. سألوه شفت الطفلة فين؟ ورد عليهم ببساطة أيوة أنا عارف مكانها. الرد دوت وهدوء الطفل وهو بيرد خلى الضباط يحسوا إن في حاجة مش طبيعية. الاعتراف اللي هز الهند في اسم الشرطة. أمرجيت اعترف بكل برود وقال كانت نايمة، أخدتها شوية بعيد، قتلتها بحجر ودفنتها. الشرطة فضلوا محققين معاه ولقوا إن الجريمة ديت مش الأولى ليه. اعترف بقتل بنت عمه وبعديها أخته الرضيعة. طفل عمره 8 سنين اعترف ب3 جرائم قتل من غير ندم، من غير دموع، من غير خوف. الشرطة جابت له أطباء نفسيين عشان يفهموا حالته. واحد منهم وصفه بأنه سادي وبيستمتع بإيذاء الناس، وطبيب تاني قال إن الطفل ملوش إحساس بين الصح والغلط خالص. القانون الهندي وقتها ما كانش بيسمح بمحاكمة طفل تحت سن معين كبالغ، ولا حتى حبسه في سجن عادي، فتحول لدار إصلاحية للأحداث لحد ما يكبر، ولما يكبر هيكمل سجنه في السجن العادي. السؤال اللي فضل متعلق في دماغ كل واحد سمع القصة دي، هل أمرجيت اتولد كده وحش من غير ذنب منه، ولا الظروف اللي عاش فيها، الفقر، الإهمال، غياب الرقابة هي اللي صنعت الوحش؟ وانتوا ايه رأيكم؟ ممكن طفل صغير يكون شرير بالفطرة، ولا الوحش بيتصنع بالتربية والبيئة؟ اكتبوا لي رأيكم تحت، ويا رب أكون خفيف عليكم. السلام عليكم.